السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما أبدأ معاكم الفيديو، لو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تنزلي تحت على كلمة اشتراك تضغطي عليها وتضغطي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك كده إشعار وتشوفي كده فيديوهاتي كده على طول. طبعا متنسينيش من اللايك والكومنت حلو منك، شجعوني كده باللايكات والكومنتات عشان ننزل كل يوم فيديو مع بعضينا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم وعلى أمة محمد أجمعين. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده فطار حلو كده ولذيذ كده وشكله يفتح النفس. هعمل معاكم صينيه جلاش بالجبنه، وهعمل ستريبس، وهعمل كمان بطاطس محمره ومكرونه كده. هنظبط كده فطار محترم كده ويفتح النفس. اول حاجه كده عملتها بدات بيها، جبت كده الفراخ بتاعتي غسلتها. الفراخ انا كنت غسلها يعني من قبل كده، كنت حاطها في الفريزر بس طلعتها فكت، وبعد كده اديتها شطفه كده سريعه. شطفتها كده وهاجي هنا كده هعمل الخلطة معاكم. الخلطة دي هعملها واحط فيها الفراخ مثلا مدة ساعة، مدة نص ساعة كده عشان الفراخ تشرب منها وتكون طعمها حلو. الخلطة عبارة عن هجيب كده كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا، وهحط عليهم التوابل اللي انت تحبيها. هضيف ملح وفلفل وكمون وكزبرة، 7 بهارات، بابريكا، لو عندك توم باودر، بصل باودر، مكعب من المرقة، توابل الفراخ، كل ده هنضيفه. وكمان ضفت كمان شوية من ال7 بهارات. من كل حاجة كده نص معلقة صغيرة، يعني مش كتير بس. وهحط كل ده على بعضيه على الدقيق والنشا، وكمان هضيف نص معلقة من البيكنج باودر، وهخلط كل ده مع بعضيه. وهجيب كوباية مية وهبدأ انزل بيها كده على الخليط اللي معايا لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. القوام بتاعها بيكون زي القوام كده بتاع الكيكة يعني، او اخف شوية. بس بخلطهم كده كويس زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بنزل كده بالكمية الفراخ اللي انا عاملاها. طبعا الخليط هتعملي على كمية الفراخ اللي انت عاملاها. يعني انا مثلا عامله حوالي نص كيلو، فعملت كوباية واحدة بس من الدقيق ونص كوباية من النشا. انت هتعملي مثلا اكتر فهتضعفي كمية الخلط اللي انت هتعمليها. نزلت كده بكمية الفراخ وهسيبها كده في التتبيلة ديت او في الخلطة دي لمدة نص ساعة لمدة ساعة على حسب ما تحبي. او ممكن تبيتها في الخلطة دي، مش هيحصل اي حاجة كده، بالعكس ده هتتشرب من الخلطة ويكون طعمها احلى بكتير. خلاص ركنت كده الفراخ بتاعتي، وهجيب كده الطبق تاني وهحط فيه نفس الخلطة الأولانية. هعملها تاني بس ديت هتكون على الناشف، يعني ما فيهاش مية خالص. هجيب كوباية من الدقيق، وهجيب نص كوباية من النشا، والتوابل اللي انا حطيتها في الاول هحطها تاني. يعني هحطها في الخلطة ديت زي ما هي، الملح والفلفل والكمون و7 بهارات، كل التوابل اللي عندك اللي انت حابة تضيفيها ضيفيها بس. وهركنهم كده على جنب. وبعد كده طبعا هخلي الخلطة ديت اثناء ما انا هاجي احمر الفراخ هستخدم الخلطة ديت. بس انا حبيت ان انا اجهزها عشان تكون يعني جاهزة معايا، ولما اكون هجلي كده عشان تكون سريعة معايا يعني. بس كده ركنت الفراخ بتاعتي على جنب كده، وجبت كده شوية سمنة ولفة جلاش، وجبت كده معايا جبنة، معايا ميكس جبنة رومي على موزاريلا. وهبدأ كده ان انا هعمل صينية جلاش معاكم. صينية الجلاش دي بصراحة ديت سهلة وسريعة، ما بتاخدش اي وقت. باخد كده مسحة من السمنة في قاع الصينية، وبعدين ببدأ اخد كده ورق الجلاش بتاعي، بين كل ورقة والتانية بدي كده مسح السمنة بسيطة، يعني مش عايزة سمنة كتير عشان الجلاش بتاعي لما يستوي ما يبقاش فيه سمنة كتير ويكون طعمه مش حلو، يبقى تقيل معايا كده وشارب سمنة كتير، انا مش عايزة كده. بس انا بجيب لفة الجلاش، بعد ما بفتحها بعد الورق بتاعها، بشوف الورق كام فيها كام ورقة عشان خاطر اقسمها. مثلا ديت طلعت فيها 15 ورقة من الورق الجلاش، فقسمتها حطيت 8 من تحت وحطيت 7 من فوق، او اعكس يعني مش فارقة كتير. بس بعد كده رحت بين كل ورقة وتانية بدهن دهن السمنة. وبعد كده بحط كده الحشوة بتاعتي. انا حطيت النهاردة عملتها بجبنة، انت ممكن تعملها بلحمة بفراخ على حسب ما تحبي، بس هي الطريقة يعني ما فيش اي اختلاف. الحشو ده على حسب على حسب الرغبة يعني. بس كده حطيت كمية جبنة محترمة كده عشان خاطر يكون الجلاش بتاعي يكون طعمه حلو، لان انا مش هحط اي حاجة غير هي الجبنة بس. بحاول كده اظبط الصينية بتاعتي عشان تكون
يكون طعمها حلو معايا. بعد ما بحط الجبنه كده ببدا كده ان انا اخد برضو ورق الجلاش، وهبدا ان انا ايه افرده كده في الصينيه. بصوا، هو ورق الجلاش الورقه كبيره، العرض بتاعها كبير عن الصينيه، فانا بعمل ايه؟ بتني من الناحيه دي شويه مره والناحيه التانية مره، وهكذا لحد ما خلاص مش هقعد اقطع انا واخد وقت والكلام ده كله. انا كنت مطبق ايه الورقه على يعني الجزء اللي هو الزياده بطبقه لجوه. بس كده عملت كده الكمية كلها وقطعت الجلاش بتاعي. لازم تقطعيه قبل ما تدخليه الفرن، عشان لو دخلتها الفرن قبل ما تقطعيها، بعد ما تطلعها من الفرن مش هتعرفي تقطعيها خالص، هتكون ناشفة معاكي وهتتكسر ومش هتعرفي تتحكمي فيها. عملت كده الخلطة بتاعتها، جبت بيضة وجبت كده شوية شوربة او لبن على حسب ما تحبي، بس انا عملت بشوربة عشان الشوربة هي اللي موجودة عندي. شوية شوربة وبضاية ضربتها كده في الشوربة، وضفت شوية ملح وشوية فلفل بس. خلطت كده البيضة بالشوربة بالملح بالفلفل، وبدأت كده اسقي ايه الجلاش اللي معايا. بشربها كده كويس عشان خاطر كلها تتشرب من الاطراف والقلب بتاعها وكده، وبعد كده هدخلها ايه الفرن. انا كنت مولعه الفرن وهدخلها الفرن على طول ايه عشان تستوي. بس هي بصراحه اخدت مني لون شويه في السوا، لان انا وقفت كده بعمل في الفراخ، بحمر في الفراخ والبطاطس وكده، ونسيت خالص صينيه الجلاش، افتكرتها في الاخر بصراحه. ف يعني لحقتها على اخر لحظه. بصوا، انا في اول ما اخدت لون كده انا فتحت عليها الفرن بعدها بشويه، بعد ما دخلت الصينيه فتحت عليها الفرن لقيتها ايه لسه ايه ما اخدتش لون يعني كويس، يعني لسه ما استوتش. فبعد كده قفلت الباب بتاع الفرن وايه وبعد كده شغلت بقى في المكرونه والبطاطس وكده. نسيت موضوع الجلاش، بس الحمد لله لحقتها على اخر لحظه يعني. هنا كده يبقى انا جبت كده الحله بتاعتي اللي انا هعمل فيها اللي هسلق فيها المكرونه. حطيت فيها ملح، وحطيت فيها رشه زيت كده، وهسيبها كده لحد ما تغلي، وبعد كده ايه هنزل فيها بكميه المكرونه اللي انا ايه هسلقها. وديت الصلصه بتاعه المكرونه. الصلصه بتاعه المكرونه انا بعملها إيه؟ بجيب كيس صلصه، او يعني بجيب كيس صلصه، انا عامله صلصه وحاطه في الفريزر، فبجيب كيس بحطه كده في الحله وبضيف له ملح وفلفل ومكعب من المرقه وشويه من الزيت بس، ولا توم ولا بصل. احنا بنحبها كده بتكون خفيفه وبيكون طعمها حلو، يعني بتكون حلوه كده وخفيفه على المعده. ولا بصل ولا توم ولا اي حاجه من الكلام ده كله. وبحطها كده على النار وبسيبها كده، بهدي على النار وبسيبها كده مع نفسها كده ايه شويه بس. وهنا كده الميه بتاعه المكرونه غلت، فبدات ان انا انزل بكميه المكرونه اللي معايا. بس معايا ادهم هنا يعني وقت قبل الفطار كده بيحب يدخل المطبخ كده يساعدني، يعني يعمل طبق سلطه، يجي في مثلا حاجه عايزه اجلبها كده، فبيجي بصراحه بيساعدني. بس هنا كده نزلت بكميه المكرونه وبديها كده تقليبه كده وبسيبها لحد ما تستوي، لان المكرونه الاسباجيتي ما بتاخدش وقت خالص في السوا يعني بصراحه. يعني اسهل مكرونه ممكن تعمليها هي المكرونه الاسباجيتي، ما بتاخدش وقت نهائي، حتى في السوا بتكون سهله يعني وخفيفه. هنا كده يا بنات جبت كده الطاسه بتاعتي اللي انا هعمل فيها الفراخ، حطيت فيها كميه زيت محترمه، وسبت الزيت بتاع لحد ما سخن. وبدأت كده اطلع الفراخ من الخلطة اللي انا كنت سايباها فيها على الخلطة اللي هي ايه الدقيق اللي هو على الناشف. وبديها كده ايه, بديها بعملها كفر كده من فوق كده، وبمسكها كده ايه انطرها زي ما انتم ما شايفين كده عشان تاخد شكل حلو، هتشوفوها بعد ما تستوي. الحركة دي بتخليها ايه بتخليها شكلها حلو معايا. بصوا، هي طريقتها سهلة على فكرة وبسيطة. يمكن كمان طريقة الفراخ ديت والله يمكن أسهل من البانيه، يعني أسهل فعلا من البانيه، وطعمها حلو، يعني طعمها حلو مختلفة يعني عن البانيه خالص. بس كده باخد كده قطع من الفراخ ايه بنزلها كده في الخلطة بتاع الدقيق الناشف، وببدأ أنزل بيها كده في الطاسة بتاعتي. الزيت سخن، بس اول ما بنزل بكمية الفراخ بهدي النار خالص على الزيت، عشان الفراخ دي نية، وعشان كمان قطعة الفراخ بتاعتي سميكة مش رفيعة زي البانيه، فعشان خاطر تستوي كويس لازم اهدي النار عليها. لكن البانيه
بيكون القطعة بتاعته بتكون خفيفة شوية عن الفراخ دي، عن الستريبس يعني. بس نزلت كده بكمية في الطاسة وهديت عليها النار وهسيبها كده لحد ما تستوي خالص، وهطلعها وهعمل ايه، وهنزل بباقي الكمية. هنا كده كنت مولعة برضو على نفس على الطاسة التانية بتاعة البطاطس. سبت الزيت لحد ما سخن ونزلت بكمية البطاطس بتاعتي اللي انا ايه هحمرها. كان خلاص، كان باجي على المغرب حوالي 10 دقايق او ربع ساعة كده يعني. فكنت بحاول ان انا انجز يعني الوقت وكده عشان خاطر اخلص يعني. بس وهنا كده يا بنات ادي قطع الفراخ طبعا بعد ما اتحمرت واستوت، وكانت طعمها والله العظيم كان طعمها تحفه، بسم الله ما شاء الله يعني. هنا طبعا مش هطلعها على مناديل، انا عايزاها تفضل ناشفه كده وماسكه نفسها، ما تبقاش طريه. لو طلعتها على مناديل هتبقى طريه، لكن انا مش عايزاها انا عايزاها تكون ناشفه زي ما هي. لان احنا حاطين لها النشا، والنشا هتخليها يعني هتكون ناشفه يعني معايا. فانا جبت طبق وحطيت في الطبق ده مصفى، وبطلع عليها عشان خاطر لو في اي زيت زيادة هينزل من المصفى دي، وفي نفس الوقت الفراخ بتاعتي ما تطرش معايا. انا عايزه واحنا بناكل كده تكون الفراخ هي ناشفه كده وتكون حلوه معانا واحد في الاكل، عشان تكون مختلفه يعني. بس وهنا كده كمان المكرونه بعد ما اتسلقت صفيتها كده وشديتها شطفه، ونزلت بيها كده في الحله، في نفس الحله اللي انا سلقت فيها، ونزلت عليها بكميه الصلصه، وبحطها كده على النار شويه تشرب من الصلصه. وفي نفس الوقت بيكون اللون بتاعها بيكون احمر كده وحلو لما بسيبها كده شويه على على النار مع الصلصه. بس وبشوفها كده لو مثلا محتاجه ملح محتاجه توابل بزود عادي، مفيش اي مشكله. وهنا كده يا بنات ادي الفطار بتاعنا بعد ما خلص. فطار بسيط خالص والله العظيم، يعني بسيط بمعنى الكلمة، وفي نفس الوقت شكله حلو ويفتح النفس. بصوا هنا بوريكم كده شكل الجلاش بتاعي، اخد لون يعني هو يعني اللون النب بتاعه يعني احمر كده داكن شوية او اصفر داكن شوية يعني. بس حلو الحمد لله، اتلحق يعني على اخر لحظه، وكان حلو وكان زي الفل، وبسم الله ما شاء الله وبالف هنا وشفا لكل اللي اكل منه يعني. وده الفطار بتاعنا يا بنات، يا رب ينال اعجابكم. وطبعا ما تبخلوش عليا باللايك بتاعكم عشان اللايك يرفع لي الفيديو. وكمان لو قناة عجبتكم حطوا لي اشتراك في القناة يعني كده، عشان نشجع كلنا مع بعضنا كده وننزل كل يوم فيديو مع بعض. بصوا هنا بوريكم كده الاكل البسيط. بسيط هو بالنسبة والله العظيم، بالنسبة في أكلات تانية يعني بتكون مكلفة عن كده، بس دوت أكل بسيط وفي نفس الوقت حلو، اللي هو بسيط بس يفتح النفس يعني بمعنى الكلمة يعني. بس كده هنا اهو بوريكم كده. في الوقت ده كان